ضع الكولا على بعض أجنحة الدجاج. هذه نصيحة تعلمتها من صيني. في وعاء مليء ب700 غرام من أجنحة الدجاج، أضف كمية كافية من الكولا لتغطيتها. أغلق الغطاء واتركها تنقع لمدة 15 دقيقة. في هذه الأثناء، في وعاء صغير، أضف ملعقتين كبيرتين من الكاتشب، وملعقتين كبيرتين من الخردل، وملعقتين كبيرتين من صلصة الصويا، وملعقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود، وملعقة كبيرة من العسل، وامزج حتى تتجانس المكونات. الآن في مقلاة على نار متوسطة أضف ملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة. عندما تذوب الزبدة تماما، اترك لنا تعليقا باسم المدينة التي تشاهد منها هذا الفيديو. أود أن أحييك وأشكرك على مشاركة هذه الوصفة. أضف رشة من زيت الزيتون وفصين من الثوم وامزج. بعد ذلك أضف جميع أجنحة الدجاج التي كانت تنقع. إذا وصلت إلى هنا فهذا يعني أنك تستمتع بوصفتنا، فاضغط على زر المشاركة وشارك هذا الفيديو مع جميع أصدقائك. لن يكلفك شيئا، ولكنه سيحدث فرقا كبيرا بالنسبة لنا. وقم بقلي الأجنحة على الجانبين حتى تصبح ذهبية اللون. عندما يحدث ذلك، أضف 200 مليلتر من الكولا والصلصة التي حضرناها سابقا. امزج جيدا. غطي المقلاة واتركها تطهو لمدة 15 دقيقة. هذه هي نقطة الطهي الصحيحة. الوصفة جاهزة الآن، يمكنك تقديمها والاستمتاع بها.